السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة تربية الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب، أهلا وسهلا بيكم. احنا كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن برنامج تحصين، وهنوريكم النهاردة بإذن الله الفراخ موازينها وصلت لكام. النهاردة الفراخ بقت عمر 40 يوم. هنوريكم موازين الفراخ دي في آخر الفيديو، بس احنا عايزين نتكلم عن حاجة تانية مهمة، وهي ازاي اخد متوسط وزن الفراخ. متوسط الوزن الفراخ ده هيفيدنا جدا ان احنا نعرف ان الفراخ اللي عندنا دي سليمة، تحويلها شغال كويس، وتقدر تجيب منه كمان معامله تحويل. هنوريكم ازاي الحاجات دي كلها ازاي بنعملها، لان الحاجه دي هتساعدك انك تعرف ان الفراخ اللي عندك دي زي ما قلت لك فرخ كويس. طب العلفه اللي عندك دي علفه كويسه بتحول ولا ما بتحولش؟ طب الفراخ اللي عندك دي راحت فين؟ وكل يعني ايه من خلالها تقدر تعرف لو كان الفراخ لا قدر الله تعبانه، في سبب، في مشكله في المكان، بتعرف من خلال متوسط الوزن ده حاجات كتيره حوالين التربيه هتساعدك. وده اللي هنتكلم فيه مع بعضنا دلوقتي، زي ما هنوريكم دلوقتي الفراخ واحنا بنصور في وسطها والكلام ده كله. يلا بينا بقى نشوف الفراخ وهي شغاله والكلام اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، وهنوريكم الموازين بتاعتها. الاول كده بقى نسمعونا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا البرنامج اللي احنا عملناه وكنا عاملينه في الفيديو اللي فات هو موجود على القناه، وهنسيبه لكم في علامه الاي، وهحط لكم اللينك بتاعه في ايه، في الوصف بتاع الفيديو. طبعا الفراخ اللي قدامكم ديت بسم الله ما شاء الله، يعني الموازين بتاعتها موازين كويسه زي ما هنوريكم دلوقتي. طب ازاي بقى نحسب متوسط الوزن الفراخ، او ازاي ناخده في العدد اللي عندنا؟ طبعا الفراخ اللي عندنا بيبقى فيها 3 احجام مثلا، او فيها حاجه، في فراخ كبيره، في فراخ صغيره، في فراخ متوسطه. دايما عشان خاطر تعرف تجيب متوسط وزن كويس لازم توزن الفراخ او الاحجام المختلفه في الفراخ، ناخد وزن من كل حجم مختلف. مثلا ناخد 3 وزنات عندنا، مثلا الصغير، الوسط، الكبير، بيدينا ارقام معينه. مثلا يعني زي ما هنشوف دلوقتي، لو احنا جبنا مثلا فرخه قلنا 2 كيلو، مثلا في حاجه 2 300، في حاجه مثلا كيلو 700، يبقى هم كلهم عاملين 6 كيلو. ال6 كيلو دول انا بقسمهم على على ال3 كيلو، يبقوا جايبين 2 كيلو. انا كده عندي هنا متوسط الوزن 2. اضرب في عدد الفراخ اللي عندي، يبقى ده كميه اللحم اللي عندي. وعشان اعرف معامل التحويل، عشان اشوف الفرخه دي بتحول او معامل التحويل بتاعه كويس او مش كويس. طبعا انت لو جايب شركه من او فراخ من مكان مضمون ده بيبقى حاجه كويسه، لكن معامل التحويل ده بيفيد ان هم بياكلوا قد يعني ايه. معامل التحويل ده عشان ان هم بياكلوا قد ايه علف عشان يجيبوا لنا قد ايه لحم. طبعا الموازين زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، بسم الله ما شاء الله يعني. اللهم صل على النبي. الفرخ ده تقريبا جايب كام؟ 330 يعني، 2 330 في 40 يوم. ده برضه كويس بالنسبه للتربيه في البيوت يعني. معامل التحويل زي ما قلت لكم هو عباره عن ان انا عاوز اعرف ان الفراخ دي كلت قد ايه علف وحولته لحم. في معامل تحويل مثلا 2 لواحد، يعني بتاخد 2 كيلو علف تجيب كيلو لحم. وفي كيلو، في مثلا 1 800، يعني بتاكل كيلو 800 وبتجيب كيلو لحم. وفي حاجات اقل من كده يعني حسب بقى الشركه وحسب نوع الفراخ اللي انت بتجيبها. وده كله بيوفر معاك في العلف. عشان احسب انا معامل التحويل، بقولنا الاول متوسط الوزن بنجيبه ازاي. ان انا باخد 3 وزنات من احجام مختلفه للفراخ، بجمع ال3 وزنات بقسمهم على التلاته بيديني المتوسط، ضربه في كل الفراخ اللي عندي. الفراخ عندي عامله لحمه مثلا 100 كيلو، كيلو 200 كيلو علف، اقسم ال 100 اللحمه على 200 كيلو، يديك النسبه بتاعتهم المئويه. ان هم مثلا كده يبقى ايه، كيلو، يبقى هم كيلو 2 لواحد، يعني كيلو 2 هنا يعني 2 كيلو علف كيلو، فده بيساعد كده. طبعا زي ما قلت لكم ان المعامل التحويل او الحاجات دي كلها ايه، بناء عليه انا ببتدي اقول ايه، خلاص ان الفراخ ديت هفرت معايا في العلف، لا الفراخ دي هتضرت، الفراخ ديت لا المكان مش كويس. ما خلي بالك ان المكان لو مش متهوي كويس او المكان لو زحمه، الفراخ هتاكل ومش هتكبر، ممكن توقع علف. طب الفراخ لا قدر الله تعبانه، بتاكل وما بتنتجش، ما بتحولش، في مشكله بقى في المكان، في مشكله في العلف. ابتدي بقى بناء عليه احدد المشكله اللي عندي بتكون في ايه واشوفها. ده بسم الله ما شاء الله موجود اهو عامله قدامكم زي ما انتم شايفين 240، يعني 240 ده برضه كويس، كل حاجه فوق الاتنينات اهي. طبعا خلي بالك ان كل ما بتوسع المكان للفراخ كل ما بتزيد معاك وبتجيب معاك موازين، اللي هي الخفه اللي بتحصل. ان في ناس يقول لك لازم تخف. انت شايف الفراخ قدامك اللي شايفه مش كويس، ابتدي اذبح منه ونظف المكان. وباذن الله يعني ايه، كل ما هتوسع كل ما هتلاقي الفراخ زادت وجابت معاك موازين، وكل ما المكان كان كويس كل ما يجيب معاك نتائج كويسه. وكمان الفراخ اللي قدامكم ديت احنا ما حطيناهاش اللي هي السوا بتاعت الخميره والعسل، لان انا حاسس ان كان تحويلهم شغال كويس. طبعا احنا قلنا لو الحاجات ديت تحويلها مش كويس بنبتدي نحط سوا الخميره والعسل مرتين 2 في الاسبوع.
ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناة تربية الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.